حاجات سهلت عليا الامور ما كنتش اعرفها في البيبي الاولاني بارت 3. اعتقد لو انتي مامي لتاني بيبي فالموقف ده اكيد بيتكرر عندك دايما، ومهما تحمي برضو مفيش فايده. لو انتي اول بيبي وبتتوتري جدا من عياطه ودايما عايزه يفضلك شايلاه تفضلي تلفي بيه في البيت كده وما بتعرفيش تعملي حاجه وحرفيا دراعك بيقف، فانا بقى جبتلك الحل اللي بجد هيوفر عليكي وهيشيل عنك تعب كتير جدا، وهي الباوتشي او الشياله بتاعه البيبي. ودي بقى غير اي شياله حرفيا هتلاقوها من كونتري فور مام، واللي بيميزها فعلا عن اي باوتش تانية او شياله عاديه ان هي صحيه جدا ليكي وللبيبي، وكمان بتساعد البيبي في حاجات كتير زي بتقلل الارتجاع، كمان بتعمل سكين تو سكين عشان يبقى البيبي قريب دايما من مامته، كمان وضعيتها اللي مريحه جدا ان هي البيبي بيبقى في وضعيه الرحم وده بيخليه مطمن، وده على عكس الشيلات التقليديه اللي هي بتبقى من عند الحوض بتاعه رجلين البيبي. مش بفضلها خالص لان بحسها مش مريحه وبتضره بعد كده. اهم نقطه كنت بدور عليها ان هي بتفرد ظهر الام، انها بتوزع الحمل على الكتف والظهر والوسط، بعكس الشيلات التانية اللي بتخلي الحمل كله على الظهر. بجد مش بتحسي ان انتي شايله حاجه وبتحسي ان الدنيا متوزعه معاكي وقادره تتحركي بكل سهوله. واهم بوينت ان هم عاملين كورس تدريبي بتاخديه مع الباوتشي بيوريكوا وضعيات مناسبه عمر البيبي مختلفه تريح البيبي وتريحك كمان، وبجد هي فرقت جدا معايا في حياتي لمده 3 شهور دول من ساعه ما البيبي اتولد، وهي مريحه جدا. ليلى بتنام حرفيا فيها مجرد ما بتلبسها، وده يثبت ان هي مريحه جدا للبيبي، وانا بقيت بتحرك بكل سهوله بره البيت وجوه البيت.